أول ما البرد يهِل علينا من بعيد كده، باعمل حلة المبكبكة الخطيرة دي، ودي مش أي مبكبكة لأ، دي مبكبكة سجق مضبوطة على الشعرة، سهلة وبسيطة، ما بتاخدش في إيدي 10 دقايق، وما اوصفلكوش بقى الطعم ولا الريحة اللي بتملى البيت. طبعًا الكميات ترجع ليكم، في الأكل بالذات بيبقى على حسب عدد أفراد الأسرة. أنا هاعمل كيلو من السجق البلدي، وهي حلة واحدة اللي هاستخدمها على النار، معلقة من السمنة، شوية من الزيت صغيرين يسخنوا كويس جدًا، وهانزل بالسجق بتاعي، يطشطش كده وياخد صدمة الأول قبل ما أمد إيدي أو أقلّبه. يعني أول ما بيبدأ ياخد لون كده بالشكل ده، أبتدي أقلّب فيه بقى وأدّي له تشويحة في التانية، والطريقة دي هتخلّي السجق معاكم ما يفقدش أي سوايل ولا أي دهون، ويفضل محافظ على طراوته من جوّه. بعد كده أقطّعه بقى بالحجم اللي يعجبني. جرّبوا الطريقة دي في تسوية السجق عمومًا وادعوا لي. الخضار الفريش بقى اللي تحبوا تضيفوه، بصل متقطّع شرايح، فلفل ألوان، ونقدر نحط قرون شطة لو بنحب الحاجة spicy، فصين توم مفرومين ناعم، وهاقلّب كل ده مع بعض. وأول ما ألاقي الخضار بدأ يدبل، بهاراتي اللي باستخدمها فصين من الحبهان، فلفل أسود، بابريكا، ورشة الملح بتاعتي، وما ننساش ضروري معلقتين كبار مليانين من الصلصة. وقلبوا لي بقى كل ده مع بعضه عشان كل حاجة حطيناها تتناغم مع بعضها، والروايح تبدأ تطلع علينا كده وتهل. وشوفوا لي جمال الخلطة اللي احنا عملناها مع تحميرة السجق وتسويته المظبوطة. وطبعا في المبكبكة يفضل دايما نستخدم مكرونة صغيرة، أي شكل المكرونة صغيرة أصغر حجم عندكم استخدموه. هنزل بكيس مكرونة كامل 450 جرام، طبعا كيلو السجق ياخد اكتر من كده مكرونه لو تحبوا عادي. وقلبوا بقى المكرونه مع خلطه السجق اللي احنا لسه عاملينها، وما ننساش رشه السكر بتاعتنا، وكوبايه ونص مليانين من عصير الطماطم، تقلبتين 3 كمان. الطماطم تبدا تتسبك كده مع الصلصه، وننزل بمقدار الميه المغليه بتاعتنا، تغطي المكرونه عندنا وزياده شويه عشان يتبقى فيها صوص كده بعد التسويه حلو. ونعلي النار، اول ما تبدا تبقبق كده وتغلي هغطي عليها واسيبها على نار متوسط. طيب لحد ايه؟ لحد ما افتح الغطا بتاعي بعد ربع ساعه تقريبا، هلاقي ان الميه عندي قلت، والطماطم اتسبكت كويس، والمكرونه مستويه تسويه مظبوطه. ونخلي بالنا اننا ما نسيبهاش لحد ما تتهري قوي. طبعا السجق مستوي خلاص لانه ما بياخدش اصلا تسويه كتير، فعشان كده سويناه بنفس تسويه المكرونه. المبكبكه دايما لازم يكون متبقي فيها سوائل كده، فعشان كده لازم تتقدم في وقتها على طول، لانها لو اتسابت في الحله بعد ما طفينا عليها المكرونه هتشرب الصوص المتبقي، وهتتحول معانا بكده من مبكبكه لمكرونه عاديه بالسجق. انا كده خلصت المبكبكه بتاعتي النهارده خلاص، متاكده من سهولتها وبساطتها وحلاوتها، وقد ايه فتحت نفسكم عليها. هتقوموا تجربوا. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم.